أواه من جلد الكفور، أواه من عجز الأسير، أواه يا ربعي دمانا خضت من النحور. أين الفدا يا قومنا يا أهلنا أين النصير؟ تترى نودع صحبنا بمواكب نحو القبور. دمعي يسيل وحيلتي عدمت وقلبي يستطير. ليس البكى من جزعة لكنه الصوت الأخير. طبعا هذه بعض الكلمات أنا في حياتي أوصلها يعني أصحاب الضمائر يعني الحية، إنه فعلا يعني إحنا أمام يعني بين مطرقة الجلد الذي يمتاز به العدو والعجز الذي يثقل كاهل الأسير، ولا نصير إلا الله عز وجل. لذلك نطلب من الناس الأهل والشعب جميع يعني أنهم يكونوا يعني خير معين وخير نصير إلنا، خاصة في ظل الحمل يعني اللي الله عز وجل أراني من الكرامات أثناء المرض، وما زلت الحمد لله ما خفت عني المعاناة واختزلها يعني بشكل كبير. كثير من آيات القرآن أنا عشتها واقع ملموس أثناء مرضي. يعني أحيانا صور من قصار الصور صور كاملة، يعني مثلا سورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه السورة أنا أحبها لأنها الصور محببة إلى قلبي. هذه عشتها وأشعر أني أعيشها آية آية. ماذا تتمنى أنت يعني كأسير مريض تتحدث من سجون الاحتلال؟ والله يا أخي الكريم، احنا يعني كأسرى مرضى يعني الأمان يعني بعد الله عز وجل نعول على جلد أبناء شعبنا، لأنه ما حس جلدك غير ظفرك. يعني الصحيح احنا كأسرى مرضى نعول على الوقت الإعلامية من كل القنوات الإعلامية الفلسطينية والمحلية والعربية والعالمية، حتى المؤسسات المحلية والعالمية. الحكومة في رام الله لم في مشروع يعني تفاوض إخواننا في الضفة اليوم بيفاوضوا على إقامة الدولة الأسرى حسب الوعود وحسب كلامنا على رأس الأولويات بالنسبة لهم. أخونا الرئيس ابن مازن، أخونا عيسى قراقع وزير الأسرى، أخونا صالح رقاص، أخو في غزة. الشارع الفلسطيني يتحرك يتضامن معنا من خلال المسيرات، من خلال الوقفات التضامنية، من خلال الفعاليات، لأنه هذه المسائل بتساعد إن شاء الله في فرق قضيتنا، وبتساعد إن شاء الله في يعني الضغط على حكومة الاحتلال حتى إنها يعني تستجيب لمطالب مطلبنا يعني بإطلاق سراحي، لأن إحنا لا نشكل أي خطر على الاحتلال.